لازم تشارك الناس اللي اولا شبهك، ده رقم واحد. يعني عشان بس ايه جمله مهمه، شوف انت عامل ازاي وهات حد شبهك دي يعني تعرف تتعامل معاه. يعني مثلا لو هو من نفس الفئه، من نفس طريقه التفكير، من نفس الوضع الاجتماعي، ما تجيبش حد في فرق كبير جدا بينك وبينه. ده وجهه نظر، وهشرح ده يعني هشرحه لك قدام. واحد، لازم الشريك يكون بيضيف لك في الشغلانه. يعني انا ما بشاركوش وخلاص عشان هو معاه فلوس، ممكن يكون بيضيف لي ماليا، اداريا، علاقات، بيدعمني نفسيا، عنده ميزه انا مش عارف اجيبها، فلازم ادور على الشراكه دي. ما بشاركوش عشان هو صاحبي، ما بشاركوش عشان هو جاري، ما بشاركوش مثلا عشان اخد منه فلوس وخلاص. هو في الاصل يا جماعه احنا ليه انا مصمم مثلا على موضوع 30% من راس المال؟ احنا بنعمل بيزنس عشان ناكل منه عيش، مش بنعمله عشان يبقى عندنا بيزنس وخلاص. يعني انا بعمله عشان اكل منه عيش. فالشريك لو ما اخترتوش صح هتحصل اللي حاصل دلوقتي، ان الناس كلها بتشتم في الشراكه. لكن لو رجعنا للتاريخ الماضي والحاضر، مفيش ولا افراد ولا كيانات ولا دول انا شفتها نجحت في العالم كله من ساعه ما خلق ربنا البشر الا لما يكون معاه ايه؟ شريك. دي حاجه اصلا بالفطره من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، لازم يبقى في شراكه ايا كان شكل الشراكه.